سلام. اليوم راح نعمل مع بعضنا وصفة تقليدية قديمة. اليوم راح نعمل مع بعضنا كسكسي بالحوت والسفرجل. حتى انه الوصفة تاع اليوم من اندر الوصفات، اللي حتى العائلات العنبية كما نقولوا حنايا نسيتها، وكاين اللي ما تعرفهاش. وصفة تاع اليوم راح نحيو وصفة قديمة ونخليو الناس تتفكرها، واللي ما يعرفهاش يعرفها. نبداو مع بعضنا وصفة تاعنا خطوة بخطوة ونشوف المكونات اللي نحتاجوها الوصفة تاعنا. نبداو بسم الله. هنايا اللي استعملت حوت الدوراد، عندي بصلة متوسطة، عندي كمية من هنا الزبدة. هنا في الوصفة تاعنا تقدروا تستعملوا حتى سمك الراسكاس، الحوت تاع الراسكاس، ولا تعملوا الميرو، ولا تعملوا حتى كوشون دماغ، ولا تعملوا كيفي دوراد. انا الوصفه تاع اليوم عملتها لشخصين كما قاعدين تشوفوا، كميه الحوت قليله والكميه تاع الوصفه تاعنا راح تكون قليله. نبداو مع بعضنا. هنا حطيت كميه قليله تاع الزبده، وحطيت شويه زيت والبصل تاعي. هنا انا معش متوفر عندي اسمن، تقدروا انتوما تحطوا اسمن وشويه زيت. حطيت هنا شويه فلفل اكحل مع الملح، ونقلي العمارة تاعي مليح ولا البرمة تاعي مليح. انا المرحلة هذه مهمة ياسر، وتعودت عليها انه لازم نقلي مليح. نخليها كما نقولوا على النار ناقصة، ونروح للحوت تاعي ولا السمك تاعي، نحط فيه شوية ملح وفلفل اكحل، وعيني على الماكلة تاعي نحركها ساعة على ساعة. ونروح نشوف هنايا الحوت تاعي، نعقب الملح بيدي والفلفل اكحل عاسل الحوت كامل بالطريقة هذه. هنا عندي غير حوتة واحدة كبيرة، وهنايا نحيت الروس على جهة كما قاعدين تشوفوا، ونخلي يتقلى على نار ناقصة حتى نحس انه البصل بدا يدوب مع الماكلة كاملة، ولا التقلية تاعنا. في التقلية تاعنا يبدا يدوب. نزيد هنايا الروس تاع الحوت ونقلي مليح. هنا باه ما تجيكم ماكلتكم بنينة لازم التقلية. احنا تعودتوا عليه اني نحب نقلي مليح، وباه تجينا ماكلتنا بنينة لازم نقليو بالطريقة هذه كما قاعدين تشوفوا، ونعطيها وقتها الماكلة تاعي في التقلية. نبدا هنا نمرق بالمسخون. هنا في حالة انه عندكم مرق تاع الحوت ولا مرق السمك، تقدروا تمرقوا به، تكون الماكلة تاعكم احسن، تجيكم ابن. نخليه يطيب ونروح للكسكسي تاعي. نعم نستعمل هنا كسكسي رقيق. هنا عملت غير كمية قليلة، تقريبا نص رطل ولا 300 غرام تاع كسكسي، ونعقب لها شوية زيت. لازم الزيت كما نقولوا حنايا يغطي الحبيبات تاع الكسكسي كاملة. ونحطو إيفور ونروح للصفرجل. هنايا نحط كمية قليلة تاع عصير ليمون كما قاعدين نشوفوا، العصير تاع قارص. ونروح ننظف ولا نقي الكعبة تاع الصفرجل تاعي، ونقشرها بالطريقة هذه. ونحي هنايا الجهة اليابسة ونطليه بالقرص. هنا لازم نطليه بالقرص بالطريقة هذه بما يكحلناش. ونكمل ننظف الباقي ونروح للكسكسي تاعي. هنايا بعد ما اطلع البخار حسبت 15 دقيقة، ونحيه نحطه في القصعة كما قاعدين نشوفوا بالطريقة هذه، ونبدأ نصب عليه الماء سخون. هنا نبقى نصب الماء سخون حتى الماء يخرج من الكسكاس. في المرحلة هذه نحبس، ما نزيدش الماء،
كل ما اللي يسيح من الكسكاس يعني نحيه نبزعو ونقلب الكسكسي في القصعة ونحط كمية قليلة تاع ملح. الملح هنايا حطيت يعني حسب الكمية اللي عندي، هنايا تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا، يعني تاني الملح تاني ذوق شخصي. ونبدأ نزلقه بالطريقة هذه. أنا حطيت فيه يدي وهو سخون، نتوما حسب يعني درجة الاحتمال تاعكم تقدروا تحركوه بالمغرف قبل ومن بعد تدخلوا يديكم في الكسكسي بالطريقة هذه. ونحاول اني نزلقه وما نخلي حتى كيما نقولوا حنايا حتى ما يبقاش مكعبر، يبقى كل كعبة وحده. نولي كي نهزو كالقطن في يدي، يكون خفيف. نخليه يبرد ونروح للمرقة. هنا في المرحلة هذه نحي الروز تاع اللي قليت بيهم، نحيهم على جهة ونصفي المرقة. هنا المرحلة هذه مهمة ياسر، يعني باه يعني ما يبقى لنا حتى شوكة، نتأكدوا انه ما كان حتى شيء في المرقة تاعنا والمرقة تاعنا صافية وملاحة. في المرحلة هذه نشل المليح السفرجل ونحطه في المرقة تاعي ونخليه يكمل يطيب. هنايا كيما قاعدين تشوفوا بالطريقة بدات المرقة تاعي تلبي وتختار، والسفرجل ابدأ يعني يدخل في الطياب. الصورة واضحة، لازم المرقة تاعنا تولي ملبية. نخليه يكمل يطيب ونروح نشوف المرحلة الجاية. هنايا بعد ما برد لي الكسكسي حطيته في الكسكاس ونحطه هنايا يكمل يفور التفويرة الثانية. نحسب هنايا حتى من ربع ساعة حتى 20 دقيقة، ونحط ونحيه يعني نحطه في القصحة ونحط عليه كمية تاع زبدة. يعني من الأحسن هنايا تكون الزبدة تاعنا طعمها مليح، ولا تحطوا هنا شوية سمن وتزلقوه بيديكم كيما قاعدين تشوفوا. هنايا الطريقة واضحة، لازم الكسكسي تاعنا يكون يعني كل كعبة وحده، ما يبقاش فيه تكتل ولا يكون مكعبر. لازم كي نهزوه في يدنا يولي خفيف. عقد ما نعملوه بالطريقة هذه نزلقوه، عقد ما يعني كي نحطوه خفيف كيما قاعدين تشوفوا. نكمل نزلقه مليح بالطريقة هذه. المهم نتأكد انه ما فيه حتى كعابر، ولكن لقيت حاجة في يدي هكا نحلها بيدي كيما قاعدين تشوفوا. ولهنا زلقته مليح. نروح نشوف تاني المرحلة الجاية، نشوفوا المرقة تاعنا. في المرحلة هذه السفرجل تاعنا طاب كيما نعرفوا. السفرجل شوية يابس يطول في الطياب، بصح هنايا لازم نتأكدوا انه طابلنا مليح. بعد ما طاب بالطريقة هذه نحيه على جهة، نحطه في صحن. وهنايا المرقة تاعي نشفت كيما قاعدين تشوفوا. نزيد هنايا لازم نكون كي نزيد الماء نزيدو ما سخون، ما نزيدش ماء يعني بارد، لازم يكون ماء يغلي نحطه فوق يعني المرق تاعي. زدت هنايا كمية قليلة تاع ماء، ما نزيدش ياسر، نزيد غير انه نغطي الحوت تاعي يعني لا اكثر لا اقل. هنايا نخليها تحكم غلوة. بعد ما تحكم غلوة بالطريقة هذه نبدأ هنايا نزيد الحوت. تقدروا تاني تزيدوا قرنفل في الحار، انا ما زدتش قرنفل في الحار، ما كانش متوفر عندي. تقدروا هنايا تزيدوا حتى قرنفل في الحار، يعني حاجة اختيارية وراجعة عليكم. اما الروز تاني ما نطيشوهمش معمرين اللحم، يعني باه تكونوا عندكم فكرة، يعني حتى شي ما يطيش. يعني في حالة انه طاب المرق تاعنا وصفرج البارد نرجعوا للمرقة ونسقي كيما قاعدين تشوفوا. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة. ونقول لكم سلام ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.